يا مساء الخير عليكم، إزيكم يا جماعة عاملين إيه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الكرواسون الهش الدهبي اللي كلنا بنحبه، ريحة الزبدة بقى والطعم اللي بيدوب في البُق كده حاجة مش طبيعية، وما فيش أحلى بقى من إنكم تعملوه بإيديكم في البيت. يعني أنتم شايفين بقى مَطّة الجبنة كده معانا تحفة، يا سلام على طعمه وهو سخن كده بالجبنة السايحة جواه، والّا طراوته وهشاشته، تحفة أوي يا جماعة. يالّا بينا نشوف الطريقة والمقادير. أنا هنا معايا كوباية كده لكوباية وتِلت كده من المَيّة، وهاحط 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين كبار من اللبن البودرة، تقدروا تستغنوا عنه. بس هو بيدّي لون حلو أوي للعجينة، وعلبة زبادي صغيرة ومعلقة خل. أقلّب كده كلّه مع بعضه وأكون مجهّزة حوالي نُص كيلو من الدقيق مع ذرة ملح، ومعاه معلقة كده صغيرة من الbaking powder. هو يعني بالضبط يعني للناس بقى كده اللي هتحسبها، هياخد حوالي نُص كيلو دقيق و50 جرام، يعني 550 جرام من الدقيق. وأنا باعجن كده بقى أنزل بحوالي ربع كوباية من الزيت. خلاص أسيبها بقى تخمر، وبعدين أبتدي كده أقطّعها على الرخامة كده، أرُش رشة دقيق. ده بعد أمّا خمرت أقطّع كده العجينة ل4/4، آخد كُلّه كورة، ده أول ربع آخد كُلّه كورة زي ما أنتم شايفين كده، أفرده على شكل دايرة بالنشّاب، وبعدين أبتدي إن أنا أعمله مثلثات معاه. خلاص عملت مثلثات، إيه بقى نوع الجبنة اللي هتجاب معايا علشان تدّي المَطّة اللي أنتم شُفتوها كده في أول الفيديو، هي الجبنة الرومي الجديدة يا جماعة، مش القديمة خالص، الجديدة هي اللي بتدّي المَطّة بتاعتنا كده، بتبقى تحفة. يعني استخدموا الجبنة الرومي، هي اللي بتدّي المَطّة دي بصراحة يعني، وهتغنيكم كمان عن إن أنتم تستخدموا الجبنة الموتزاريلا، وطعمها طبعًا حادق كده وحلو. تقدروا طبعًا تعملوه حلو وحادق، يعني مش شرط برضه الحشوة بتاعتي دي، تقدروا تشكّلوا فيه زي ما أنتم عايزين، تقدروا تعملوه بجبنة بيضا، تقدروا تعملوه بشوكولاتة، تقدروا تعملوه أي حشو زي ما أنتم عايزين. أنا كده باجيب أول كده مثلث بعد أمّا قطّعته، تقدروا طبعًا تقطّعوه صغير وتقدروا تقطّعوه كبير. أنا قطّعته بصراحة شوية صغيّرين وشوية كبار. أبتدي كده إن أنا أضغط عليها كده وأقفلها بعد أمّا أحُط فيها شوية من الجبنة الرومي، وكسّروا الجبنة الرومي علشان تعرفوا تقفلوها، وأسحبها كده مَطّة معايا طويلة عشان تاخد شكل الكرواسوناية كده بتاعة برّه، أو المولتو كده بتاع برّه زي ما أنتم شايفين. خلاص بقى كده يعني إيه، أدي واحدة تانية كمان زي ما أنتم شايفين. بابتدي كده إن أنا أرقّقها من الناحية الأخيرة، وبعدين أفردها كده أمُطّها بإيدي وأرُوّلها كده حوالين بعضها عشان تدّينا الشكل القمر ده. خلاص كده خلّصت الكمية بتاعتي، طبعًا لازم أسيبها تخمر. بعد أمّا تخمر أكون مجهّزة خليط من شوية من الحليب وصفار البيضة كده ومعلقة خل أو ذرة كده فانيليا بسيطة، وبس كده. أدهنها، دي طبعًا بعد الخمرة التانية. أدخّلها بقى الفرن كده على درجة حرارة عالية، طالما هي خمرانة كويس على مرّتين مش هتاخد مننا وقت، يعني حوالي ربع ساعة على فرن حامي. تطلع أبُخّها كده شوية بَخّة كده من المَيّة، وأرشرشها كده وأغطّيها بفوطة سخنة عشان تفضل طرية وهشة كده معانا. قمر يا جماعة والله، وطعمها خطير، والولاد هتحبها، وطعم الجبنة الرومي فيها خطير. كمان الناس اللي شغالة بقى في أوردرات ينفع كمان يعني يطلّعوا العجينة دي كده أوردرات، أو الطريقة دي كده أوردرات تحفة. لو عجبتكم كده بقى الطريقة، ما تنسوش بقى اللايك والشير، وسيبوا لي كده كومنت حلو كده جميل زيكم، واشتركوا كمان في القناة ودعموني. أشوفكم على خير الوصفة الجاية، وقولوا لي أنتم حابين نعمل إيه مع بعض الأيام الجاية. أشوفكم على خير، باي باي.